اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في صينية الكيكة بتاعتنا النهاردة؟ ايه رأيكم في شكلها كمان؟ بصراحة شكلها ولونها حكاية. تعالوا نبدأ كده ونشوف عملناها ازاي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس ما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو تنسوش تحطوا لي اللايك وتسيبوا لي كومنت حلو كده لو الوصفة بتاعتنا عجبتكم، واللي أول مرة يشوف قناتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. وحابة أشكر كل حبايبي اللي دايما مفرحيني وبيسيبوا لي تعليقات حلوة بتشجعني. شكرا ليكم. يلا كده نشوف عملنا ايه. أول حاجة أنا حطيت كوبايتين ونص دقيق، دول معلقتين نشا كبار، لو مش حابة تحطيهم ما تحطوهمش، بس هما بيدوا طراوة حلوة للكيك. بننخلهم بقى نخلة حلوة، هو الدقيق نضيف بس احنا بننخلهم علشان يدخل هوا كده في قلب الدقيق، وتخلي الكيكة بتاعتنا هشة وحلوة. ولازم الكوباية اللي تعايري بيها تبقى كلها واحدة، نفس المقاس. دي قبل ما نبدأ بس في الخطوات، أنا دهنت الصينية بتاعتي مسحة زيت كده، ولعت الفرن على درجة حرارة 180. حطيت كده رشة ملح، وهحط كيس كيك شيف. انا بحب استعمل الكيك شيف احسن من البيكنج باودر العادي اللي هو الكيس الازرق ده. كيك شيف جربته في الكيكات، بصراحة بتديها النتيجة جميلة جدا. اخلطهم كده مع بعض، وبعد كده هركن المواد الجافة دي كده على جنب، وابتدي بقى ايه اشوف الخليط السائل التاني معايا. هنعمله كله في الخلاط. هي وصفة بسيطة وسهلة وبعدين مش مكلفة بصراحة. هجيب كده الخلاط، هحط 3 بيضات، درجة حرارة المطبخ عادي. وبعد كده هحط كوباية سكر. عايزه اقول لكم طول ما انا بعمل الكيكايه ديت ولادي واقفين لازقين جنبي عايزين يشوفوا الكيكه دي تطلع مخططه كده ازاي. عملت كده حطيت 3 بيضات وحطيت كوبايه سكر. كوبايه سكر حلوه مناسبه علشان خاطر يعني متطلعش مسكره قوي. حطيت كيس فانيليا، انا جايبه كيسين بس بحط كيس كده في الاول، وفي اخر الخليط لما بخلص كده بقوم حاطه الكيس التاني. ضربتهم كده مع بعض ضربه حلوه لغايه ما السكر داب. بعد كده ابتدي بقى ايه اكمل بقيه الحاجه. هحط معلقه خل كبيره، بتضيع برضو زفارة البيض ديت حلوة برضو مع الفانيليا. وبحط كوباية لبن، وبحط كوباية الا ربع زيت. وابتدي بقى ايه اضرب كل ده كده مع بعض. ادي كيس الفانيليا التاني اهوت، هحطه هو كمان. هضربهم مع بعض كده ضرب حلو في الخلاط، يعني بتاع 5 دقايق كده. ده شكله كده بعد ما ضربته. هبتدي بقى ايه افضي ده كل ده كده على الدقيق كده، وابتدي اقلب في اتجاه واحد. ما ينفعش تفضلي رايحه جايه يعني من يمين لشمال، لا في اتجاه واحد عشان ما نخرجش الهواء اللي في الدقيق. هبتدي اقلب كده اهو، بص كله في اتجاه واحد، ما ينفعش ارجع بالمضرب تاني. اذا كنت تبتدي تقلبي على اليمين يبقى خلاص. وابتدي بقى كده ايه اجيب الدقيق اللي في الجناب واللي في اخر الطبق، يعني ما تقلبيش من على الوش، عشان بيبقى فيه طبعا في دقيق في اخر الطبق، لازم كله يتخلط مع بعضه. طبعا ما تنسوش قبل ما تبدأوا في الخطوات بتولعوا الفرن الاول عشان يبتدي يسخن. انا بولعه بظبطه، انا البوتاجاز بتاعي من النوع القديم يعني عادي. باحاول إن أنا أوسطن النار شوية يعني بمستوى. هو طبعًا بيبقى عالي على درجة 200، أنا باقلل درجة الحرارة شوية في مستوى مثلًا 180 درجة. هابتدي بقى أجيب طبق تاني كده وأقسم الخليط نُصّين بالتساوي يعني، بالتقريب يعني الخليط يبقى هنا قد هنا، ما يبقاش كمية أكبر من كمية. شايفين سمك الخليط عامل إزاي، ولا تقيل ولا خفيف، حاجة كده حلوة. إن شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم إيه. ما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك الحلو بتاعكم، ولو جربتوها تقولوا لي رأيكم إيه فيها.
هاخد بقى كده، انا جايبه هنا معلقتين كاكاو خام، معلقتين كبار كاكاو خام، هحطهم على نص الخليط، على طبق يعني واحد اهو، واحط عليهم، يعني انا حطيت معلقتين كاكاو خام، هحط عليهم معلقتين ميه كبار، وابتدي اقلب. طبعا بتقلبي، لو لقيتي السمك مش مظبوط لازم يبقى سمك الخليط هنا يبقى قد سمك الخليط هنا، لان احنا طبعا حطينا مواد جافه ودي بتقل الخليط. هنبتدي نقلب كده، او بص شوفي السمك بتاعه كده، لقيت بص السمك هنا اتقل من السمك بتاع الخليط الفاتح. هبتدي ازود بقى ايه معلقه ميه كمان، وما ينفعش ندلق وخلاص، يعني يستحسن ان انت تعايري بالمعلقه، عشان لو زودتيها يعني يبقى صعب قوي ان انت تعالجيها، ويبقى كده لعبنا في المقادير بتاعه الكيكه، عشان ما تبص منك. يفضل تحطي بالمعلقه يعني. انا كده زودت معلقه ميه كمان، وابتديت اقلبها كده حلو اهو، اتاكد ان هو كله اختلط مع بعضه. اهو كده سمك الخليط بقى حلو زي الخليط الفاتح. هبتدي بقى كده اجيب الصينيه بقى بتاعتنا، واجيب كبشتين كده حلوين، اللي هما الغواط، احط واحده هنا وواحده هنا. مش هينفع اعمل بمعلقه، لان لو معلقه يبقى مش هنخلص، يعني المعلقه بتاخد كميه قليله قوي، فمش هينفع ان انا اعمل بالمعلقه. هنجيب كده اللي هما الكبشه بتاعه الشوربه، هنحط واحده هنا وواحده هنا. طبعا دهنه الصينيه بتاعتي دهنه زيت خفيفه كده ومسحها حلو. هبتدي بقى في النص كده الصينيه، هبتدي احط معلقه من دي، وجواها في النص احط معلقه من اللي هي بالكاكاو، اهو جوه بعض، يعني في النص كده حط معلقه فاتحه ومعلقه غامقه جوه الخليط ذات نفسه كده من النص. طبعا انا في البدايه ابتديت من نص الصينيه، انا دايرت الصينيه لان عندي مستوى المطبخ عندي مش مظبوط مميل، فالخليط جه على جنب، بس هتظبط برضو في الاخر ان شاء الله، هتطلع ورده حلو. اهو ابتدي كده واحده واحده، حبه من هنا وحبه من هنا. كل ده ولادي واقفين لسه مستنيين، عايزين يشوفوا ده تبقى مخططه ازاي. اهو هبتدي بقى كده اخلص الكميه بتاعتي كلها. ان شاء الله برضو هبقى اعمل لكم فيديو لكيكه الشطرنج، دي بيقولوا على كيكه الحمار الوحشي او التايجر. كده خلصتها خالص اهي. هبتدي بقى اجيب خله، ومن نص الصينيه هبتدي اسحب لورا او لتحت يعني، اهو 4/4، وابتدي اقسم تاني من نص الصينيه وانزل لتحت اهو. كده قسمتها، هاجي بقى العكس، هسحب من تحت لفوق ما بين كل خطين، هسحب من تحت لفوق، ما بين كل خطين هسحب من تحت لفوق اهو، لغايه النص، يعني مش بتسحبي من هنا للناحيه التانية، لا، تسحبي من تحت لغايه نص الصينيه اهي. بقت ورده حلوه اهي. ايه رأيكم بقى؟ هدخلها بقى كده الفرن على درجة حرارة 180، على الرف الوسطاني على الشبكة. ده كده شكلها بعد ما خرجت. طبعا انا ما بسيبهاش في الفرن، طالما استوت بطفي الفرن وبطلعها على البوتاجاز من فوق. لما بتهدى ببتدي ان انا ايه اقطع فيها. بس ايه رأيكم في لونها؟ شكلها حلو ولونها حلو. يعني بالنسبة لولادي يعني اللي بيحبوش الكيكة السادة وكده، دي شكلها حلو ومشجع كده، هم كانوا متحمسين قوي عايزين يشوفوا دي هتبقى مخططة ازاي. على فكرة انا حطاها في صينية مقاس 30، انا ما بحبش احطها في اللي هي 28، بتبقى عاليه قوي بصراحه يعني. انا بحب ان انا احط الكيكات بتاعتي في مقاس 30، لكن هي الصح بتاعها ان انت تحطيها في مقاس 28. ايه رايكم في شكلها؟ وبعدين خفيفه جدا. انا سبتها طبعا لما هديت وقطعتها عشان تعرفي ايه تمسكي القطعه كده وتطلعيها معاكي تبقى حلوه متماسكه. بصوا خفيفه وحلوه ازاي، بجد اسفنجيه وجميله. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، متنسونيش بقى في لايك وكومنت حلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.